وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. اختلف العلماء في مسألة القراءة بالتلحين. ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز القراءة بالتلحين، وأوردوا بعض الأدلة، منها ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع في ليلة لتلاوته، وقال في صبيحة هذه الليلة: لقد أوتي أبو موسى الأشعري مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرت لك القرآن تحبيرا. وأورد الإمام الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو أبا موسى الأشعري ويطلب منه أن يقرأ القرآن، ويستمع إليه عمر، ويستمع إليه كذلك من كانوا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عمر: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وأوردوا كذلك رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، فرجع في قراءته. ونحن نعلم أن الترجيع في التلاوة يعني اختلف فيه العلماء، ومنهم من يثبته ومنهم من يثبته. بينما ذهب الإمام مالك إلى كراهة القراءة بالتلحين وقال: لا تعجبني. وذهب الإمام أحمد كذلك إلى كراهة القراءة بالتلحين وقال: إنها بدعة لا تسمع. وهكذا اختلف العلماء. والأصل في التلاوة أن يلتزم القارئ للقرآن الكريم بأحكام التلاوة ومخارج الحروف، وألا يكون لحنه لحنا جليا حتى لا يغير المعنى. وهذا من الأدب في تلاوة القرآن الكريم. نعم.